السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا حبايب قلبي، وربنا يسعدكم يا رب، وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل بقى، لو انت بتعملي بلح الشام او البغاشة، هنعمل ديت بطريقة سهلة وبسيطة، ومش هنحط فيها بيض ولا اي حاجة. هو 3 مكونات بس. دول كوباية، هنحط يعني معانا كوبايتين دقيق، ومعلقة لبن بودرة كبيرة اهيت، وكيس فانيليا بس، مفيش كده، وكوبايتين ميه. هنعمل يا حبايب قلبي، لو مش عندك لبن بودرة حط كوباية لبن حليب. هنروح بقى نحط الطاسة على النار، ونغلي كوبايتين المية، ونجيلكوا تاني كده يا حبايبي. هنحط كوبايتين المية، وبنفس الكوباية هنعاير الدقيق. نحط ذرة ملح بسيطة خالص اهي يا حبايبي، عشان هنحط معلقة سمنة، يعني معلقتين سمنة. نحط معلقتين زيت. هنسيبهم بقى لغاية ما المية تغلي خالص. اول ما المية تغلي هنحط الدقيق. وهنا يا حبايبي هنعمل الشطار. نحط عليهم كوباية ونص مية، واول ما يغلوا هنعصر عليهم نص ليمونة، ونحط لهم برضو فانيليا كده يا حبايب قلبي. المية بتاعتنا غلت اهي. هنحط بقى كوبايتين الدقيق، كوبايتين الدقيق هنحط عليهم الفانيليا واللبن البودرة. دي اول كوباية. طبعا نخلة الدقيق، ولبن البودرة اهو يا حبايب قلبي برضو. هي طبعا سخنة يا حبايب قلبي، سخنة نار، قد ايدك ما تستحمل العين. ولعنا بقى على الشربات، مياخدش 5 دقايق. كده يا حبايب قلبي، العجينة بتاعتنا هي بردت وعجنتها بقت زي الفل يا حبايب قلبي. هنسيبها بقى مش اقل من ساعة، عشان عشان تستريح. كده يا حبايبي العجينة بتاعتنا استريحت اهي. هنشكل بقى العجينة بتاعتنا.
دي القمع يا حبايب قلبي. القمع ده بيتباع، بيبقى رخيص جدا يعني، ما بيبقاش غالي ولا حاجه. بتجيبيه وبتعملي بيه احسن. لو انك انت لو حطيت في القرطاس العجينه تقيله، وكل ما بتقعد يعني كل ما بردت بتتقل اكتر. كده يا حبايبي بعد ما خلصنا تشكيل المعجنات بتاعتنا يا حبايب قلبي كلها، هي دي من كوبايتين، دي ما تكترش عن كده عشان بيفرط كمية كبيرة. دلوقتي بقى انا حاطه الزيت على النار وموطيه عليه لغايه ما يسخن خالص، نقوم حاطين فيه. كده يا حبايب قلب الطبق الجميل بتاعنا ده خلص. عملناه بطريقه سهله وبسيطه وما خدش وقت معانا وطلع جميله كده يا حبايب قلبي. شايفين بسم الله ما شاء الله، عسل عسل كده يا حبايب قلبي، مقرمشه وناشفه ومن جوه طريه. شايفين بسم الله ما شاء الله، جميلة يا حبايب قلبي، تستاهل بقى كده. ربنا يسعدكم يا رب. ما تنسوش بقى تحطوا له لايك والاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد بنعمله يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.